بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد مع دورينا غير اي دوري. طيب النهارده انا هتكلم معاكم عن مباراة النادي الاهلي، المباراة الثالثة في كأس العالم للأندية، وهتكلم عن تشكيلة النادي الاهلي، وكمان هتكلم معاك عن الاسماء اللي هترحل من نادي الزمالك او بعض الاسماء اللي هترحل من نادي الزمالك. كمان هتكلم معاك عن مشكلة سيف الدين الجزيري اللي بيرفض وبيشترط على نادي الزمالك شروط علشان يرحل من نادي الزمالك. كمان هتكلم معاك عن خبر مهم، وخبر انا شايفه ان هو لو ده حقيقي هيكون خبر في الجول، وهو عقد احمد السيد زيزو اللي متوثق في اتحاد الكوره ب5 مليون جنيه. طيب في البدايه خلينا نتكلم عن فرص النادي الاهلي ونتكلم عن تشكيله النادي الاهلي. طيب فرص النادي الاهلي زي ما احنا كلنا عرفنا ان هو لازم يفوز على فريق بورتو البرتغالي 2-0، وعلى امل فريق بالميراس البرازيلي ان هو يفوز 2-0 على انتر ميامي. طيب هل الفريق ابو مليار جنيه و2 مليار جنيه اللي وجعوا بيهم دماغنا وصدعونا بقالهم شهور هيقدروا يحققوا الفوز النهارده لجماهيرهم وللنادي الاهلي علشان يصعدوا لدور ال16، ولا ده مستحيل؟ ولا هو النادي الاهلي مش هيعرف يلعب غير عندنا في الدوري المصري ومحتاج امين عمر وابراهيم نور الدين ومحمود عاشور والناس دي علشان تسانده عشان يقدر يفوز؟ ما هو انت النهارده ما قدامكش حل غير ان انت تفوز على فريق بورتو وتطلع كل امكانياتك وتورينا كل اللعيبه اللي انت جايبها على اعلى مستوى. ده انت معاك فريق تعمل بيه فريق منتخب تلعب بيه في كاس عالم منتخبات، مش هتلعب بيه كاس عالم للانديه. فهل انت كالنادي الاهلي واللاعيبه اللي موجودين عندك هيقدروا النهارده يحققوا نتيجه ايجابيه على فريق بورتو البرتغالي، ولا هنشوفهم زي المباراتين اللي فاتوا؟ انت النهارده المفترض ان انت هتكسب فريق بورتو البرتغالي 2-0. طب هل فريق بالميراس هيساعدك في الكلام ده علشان انت تصعد لدور ال16 معاه، ولا ممكن يمشي المباراه وديه كده مع انتر ميامي علشان يصعد هو وميسي؟ ما احناش عارفين. هنا الاخلاق الرياضيه هتبان. هل فريق بالميراس هيلعب ويلعب بكل قوته زي ما لعب قدام النادي الاهلي ويفوز على انتر ميامي، ولا هيمشي العمليه مع ميسي كده وفريق ميسي ودي ونصعد يلا انا وانت نصعد احنا الاثنين وخلي الاثنين التانيين يتوكلوا على الله في اقرب طياره؟ ما احناش عارفين. طيب تعالى بقى اتكلم معاك عن تشكيله النادي الاهلي عامه. هو يعني نتمنى ان شاء الله يعني النادي الاهلي يصعد لدور ال16 ويحاول حتى لو ما صعدش يفوز ويحافظ على حفظ ماء الوجه للنادي الاهلي، لان كده انت هتبقى يعني بصراحه شكلك وحش لو ما كسبتش المباراه ده هي. طيب تعالى نتكلم عن تشكيله النادي الاهلي. طيب زي ما احنا عارفين ان المدير الفني الجديد لسه ما عرفش اللعيبه كويس، ولسه ما حدش يعني عرفه بامكانيات اللعيبه، والراجل لسه يعني بيختار على مزاجه. واضح كده ان مفيش حد واقف جنب الراجل دوت بيقول له مين اللعيبه اللي المفروض يعتمد عليها على ارضيه الملعب. طيب انا اتوقع ان النهارده خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي ان هو يبتدي بطريقه لعب 4-3-3. هيكون عندنا في حراسه المرمى محمد الشناوي، واربعه في خط الظهر، محمد يمين باك يمين، عطيه الله باك شمال، 2 قلبي دفاع، اشرف داري واحمد بيكهام، دور الاربعه في خط الظهر. اما 3 في وسط الملعب فاتوقع حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد علي بن رمضان. والثلاثه اللي في الهجوم فانا اتوقع ان هو يبتدي بحسين الشحات جناح يمين،
ومحمود حسن تريزيجيه جناح شمال، ورأس حربة يكون جريديشار. دي التشكيلة الأنسب اللي ممكن النادي الأهلي يلعب بيها. أنا ما حطيتش أشرف بن شرقي لأن أشرف بن شرقي مش سريع وقوي زي محمود حسن تريزيجيه، لكن نتمنى إن محمود حسن تريزيجيه يكون موفق في هذه المباراة. طيب تعالى بقى نتكلم عن دي كده التشكيلة للنادي الأهلي. طيب تعالى نتكلم عن أخبار تانية ونتكلم عن أول خبر لنادي الزمالك. طيب خلاص نادي الزمالك زي ما احنا عرفنا ان هو تعاقد مع شركة نايكي لملابس نادي الزمالك. كل الفرق في نادي الزمالك بمختلف الالعاب شركة نايكي هي اللي هتصنعها. يعني كده اصبح نادي الزمالك او فرق نادي الزمالك هتلبس ماركة عالمية. الف مبروك لنادي الزمالك. كمان القيمة التسويقية لنادي الزمالك هتكون 3 مليون دولار، اللي هو الملابس لنادي الزمالك على 3 مواسم 3 مليون دولار. طيب يعني ده الف مبروك لنادي الزمالك. ودي اول صفقات جون ادوار اللي جابها لنادي الزمالك، هي شركه عالميه. طيب ده اول خبر معايا عن نادي الزمالك. طيب تعالى بقى نتكلم عن اسماء الراحلين عن نادي الزمالك، وده البدايه. يعني دول بعض الاسماء الراحلين عن نادي الزمالك. اول الراحلين عن نادي الزمالك، وخد بالك الاسماء دهيت هتكون اسماء يعني هتطلع بيع او هتطلع اعاره. دول الراحلين عن نادي الزمالك، لان زي ما احنا عارفين جون ادوار مش هيطلع حد مجاني. طيب ماشي. اول واحد هيكون محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حسام اشرف، حازم اسامه، احمد رفاعي. دول الست اسماء الراحلين عن نادي الزمالك. طيب في خبر كمان، سيف الدين الجزيري رافض ان هو يرحل من نادي الزمالك الا لما ياخد عقده كامل. وسيف الدين الجزيري لسه فاضل له موسمين مع نادي الزمالك، والراجل بيقول لك علشان ارحل من نادي الزمالك فانت اديني الموسمين بتوعي المتبقيين وانا هرحل، ما عدا ذلك فانا قاعد. فانا اتوقع ان جون ادوار هيحاول يحل الموضوع دهوت ويشوف عقد خارجي لسيف الدين الجزيري ويرحل من نادي الزمالك. يعني جون ادوار مش هيمشي سيف الدين الجزيري ببلاش او هيدفع له الشرط الجزائي، لا هيجيب له عقد وهيخليه يرحل عن نادي الزمالك. طيب تعالى بقى نتكلم بسرعه عن الخبر الثاني، وهو خبر مهم جدا. بيقول لك جهات رقابيه طلبت بتفسير واضح لاسباب تحديد مبلغ او عقد اللاعب احمد السيد زيزو اللي هو ب5 مليون جنيه. الجهات الرقابيه طلبت من اتحاد الكوره ازاي احمد السيد زيزو متسجل في اتحاد الكوره ب5 مليون جنيه، اما الضرايب دي هتدفع ازاي للدوله؟ فابتدت هنا جهات رقابيه تخش وتحقق في الموضوع. بعدين بتقول لك الجهات الرقابيه ايه؟ بتقول لك ان المبلغ اللي محطوط في عقد احمد السيد زيزو لا يتناسب مع القيمه التسويقيه للاعب، وما تكلمنيش على 20 مليون جنيه و30 مليون جنيه و50 مليون جنيه و100 مليون جنيه، لا العقد اكبر من كده. فانت هنا بتتهرب النادي الاهلي واحمد السيد زيزو بيتهربوا من الضرائب للدوله. فاصبح كده المفروض الجهات الرقابيه تحاسب الناس دي. لا يا باشا تعالى انت بتعمل ايه؟ انت بتتهرب من الضرائب بتاعت الدوله. لا تعالى يا حبيبي، المفروض الجهات الرقابيه تحاسب الناس دي. مفيش حاجه اسمها 5 مليون جنيه. اما لو زيزو مشي من نادي الزمالك عشان ايه؟ ان زيزو كان هياخد 80 مليون جنيه وابوه كان بيقول انا عايز 100 مليون جنيه وبيلف على البيراميدز وعلى الزمالك وعلى الاهلي. ازاي عقده بيتوثق في اتحاد الكوره ب5 مليون جنيه؟ لا هنا النادي الاهلي بيتحايل على القانون زي ما بيقولوا. انا هنا مش راجل قانون،
عشان اقدر افيدك كويس، لكن الخبر اللي طلع ده خبر مهم جدا كده. دي كده اسمها فضيحه وتهرب النادي الاهلي من الضرائب هو واحمد السيد زيزو، وما خفي كان اعظم. وبكده اكون خلصت معاكم اخباري عن النادي الاهلي ونادي الزمالك، وقلت لك التشكيله الانسب اللي ممكن يلعب بيها النادي الاهلي قدام بورتو في كاس العالم للانديه. وبنتمنى النادي الاهلي يكون موفق النهارده. في النهايه ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.